انتهت منذ قليل بالتعادل السلبي. الزمالك يفشل في تحقيق الفوز على دريمز الغاني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية في ملعب الزمالك في قلب القاهرة. غاب إبراهيم نور الدين، فغابت الانتصارات عن الزمالك. بالأمس سخروا من تعادل الأهلي أمام مازيمبي في ملعب مازيمبي رغم النقص العدد الرهيب اللي بيعاني منه النادي الأهلي، فعاقبهم دريمز اليوم بالتعادل السلبي. الزمالك يعاني أمام دريمز الغاني. فعلا الزمالك يحتاج إلى نتيجة، الله أعلى وأعلم، ولكن يبدو من الصعب تحقيقها، لأن الزمالك يا سادة معروف إذا فاز على الأهلي لابد وأن يخسر مباشرة. حدثوني عن أي موسم فاز الزمالك فيه عن الأهلي ففاز بعدها بمباراة أو ببطولة. النهاردة في حالة من الغضب وحالة من البكاء لدى جماهير نادي الزمالك في انتقادات عنيفة ضد مدرب الزمالك جوميز، اللي النهاردة نزل المنسي في الفترة اللي فاتت ناصر منسي. طب لما انت نسيه بقاله فترة، هو منسي بقاله فترة، بتلعبه النهاردة ليه؟ وأين شيكابالا؟ شيكابالا اللي من وجهة نظر الجمهور انه بيحب اللقطة وبتاع لقطة، نزل ورقص ومعرفش ايه ويغيظ في جمهور الاهلي، ولكن سبحان الله سبحان الله في فرق شاسع يا جماعة ما بين الأسطورة الحقيقية اللي بتلم فرقتها وبتقفل على فرقتها وتقول لهم انسوا الفوز وركزوا في اللي جاي. ده الأسطورة اللي دايما لو ما شاركش في مباراة وقاعد في الدرجات يفضل قاعد مكانه ويسيب اللقطة لأصحاب اللقطة اللي اجتهدوا ولعبوا رغم الفوز المشبوه على النادي الأهلي بكورة يعني الكل أو أغلب الحكام قالوا فيها إنها فاول. النهاردة الزمالك مش لاقي كورة من خلالها يحتوي على ركلة جزاء، ما لقيش حكم مصري يحتويه علشان يعني يحقق فوز مشبوه غير مشبوه، مش مشكلة، المهم يكسب. قناة الزمالك بصراحة صعبان عليا، ولكن أجمل ما فيها هو المحلل حمد عبد اللطيف قال لك لم نقدم المطلوب. ومشكلة الزمالك يا سادة إنه بيفرح كتير جدا جدا ونشوة الفرحة عنده ما بتخلصش عكس النادي الأهلي. ده اللي أرفع له القبعة. الزمالك محتاج انه يكسب هناك 1-0 2-1 يتعادل 1-1 2-2، المهم ان الزمالك يحاول يسجل هناك. فهل يستطيع الزمالك عبور دريمز الغاني هناك رغم ان الزمالك بيشتكي من النقص العددي والاصابات والاجهاد اللي طلع بيه النهارده في بعض من اللعيبه؟ عايز اقول لكم امال النادي الاهلي كان يعمل ايه؟ اتريقتم على الاهلي ليه؟ ثم نفسي اعرف المعلق علي محمد علي، يعني هو يعني انا اتمنى تفضل تعلق للزمالك والله العظيم ثلاثة، اسال الله انك تفضل تعلق لهم. احنا كجمهور اهلي مش حابينك ولا هاضمينك ولا بنتبشر بيك في اي حاجه خالص، ولكن يا جماعه عمال يأفور قوي في التعليق والزمالك الفن والهندسه ومش عارف والاباض ارحمنا. عمل ايه الزمالك اهو؟ فرقه لو فتحت علم التونه ممكن ما تلاقيهاش، في البخت مش هتلاقيها، في اي يعني يمكن ولايه جيتشا فاكرين اللي طلعت الزمالك قبل كده من دوري ابطال معروفه شويه عن دريمز الغاني ده، ومع ذلك فرقه تحترم، فرقه نرفع لها القبعه، فرقه قدرت توقف الزمالك في عقر داره وفي وسط جمهوره وبين لاعبيه ومفيش حد فيهم غايب. يعني عايز تاني فبالتالي مش هقول كلمه لا تعين ولا عايرك، لا لا لا، فرق شاسع. الاهلي اتغلب وقفل صفحه الزمالك وركز وراح مازيمبي وضيع اهداف ما تضيعش. هتقول لي الزمالك النهارده، هقول لك يا امال سيف فين؟ سيف الجزيري اللي كان عامل فيها سبايدر مان قدام الاهلي. فين يا سبايدر؟ يعني انت كنت قدام الاهلي عمال تشلت باليمين بالشمال وهي كانت بتيجي بالصدفه،
ما شلتش ليه قدام دريمز الغالي؟ يعني ولا هو بس يعني ايه، حلاوة روح. ألف مبروك، الزمالك ينجو من دريمز الغالي. تعادل بطعم الفوز أعتقد بالنسبة لدريمز الغالي، ولكن أجل الحسم لمباراة العودة. في كل فيديو بنقول يا رب يا علي انصر الأهلي الغالي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.